السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شاهد اعتراف أحمد العجوز مدير الكرة بنادي الإسماعيلي عبر برنامج 10 على القناة الأولى. قال أحمد العجوز إن محمد حسن اللي أحرز الهدف إن الكرة ارتطمت بقدمه ثم بيده قبل أن تدخل المرمى. الكرة بذلك ارتدت من قدم اللاعب إلى يده والمسافة كانت صغيرة، لذلك هو هدف صحيح تم إلغاؤه لنا أمام الأهلي. الإسماعيلي ليس في خطر، سنمر من هذه المحنة بفضل الجماهير واللاعبين. لدينا هدف صحيح ولم يحتسب وأقر به كل الخبراء، وتم إخبارنا أن حكم تقنية الفيديو تم إيقافه. سمعت هذا الكلام. وده بوست نزله اللاعب محمد حسن صاحب الهدف ان الكرة جون بعد ما اعترف ان الكرة لمس. وده تعليق من محمد فارس بيقول: معلش يا جماعة، لو في كام واحد لسه بيدلس أو بينكروا إن محمد حسن قال الكورة جت في إيديه، واللي كانوا لسه هيطلعوا يوتيوب ويصيحوا بالليل على الكورة دي، أحب أقول لكم إن مدير الكورة في الإسماعيلي كابتن أحمد العجوز قال محمد حسن أخبرنا إن الكورة لمست يده. الى جماهير الاسماعيلي، انت مش بتهبط بسبب الماتشين اللي بتلعبهم مع الاهلي في برج العرب، ولا بسبب الهدف اللي مش صحيح واتلغى، ولا بسبب اعلان الاهلي اللي على عمارة في الاسماعيلية، ولا بسبب شعار الاهلي اللي في استاد السلام. انت بتهبط بسبب سياستك وتفكيرك وعقليتك وإدارتك للفريق ككل.